نهار أسود! يعني هاموت. ايه ده يا ست اسراء، ما تقولش الكلمه دي. ده العمار بيد الله. أنا مش خايفة من الموت، بس بنتي هتروح فين؟ هتعمل إيه؟ ما لهاش حد في الدنيا غيري. وبعدين يا جميل، المرض بينهش في جسمي وشكلي مش هكمل معاكي. طب اتصرف ازاي؟ ولا اسيبك لمين؟ طب وينفع تروحي ملجأ وانت عيلتك في الصعيد تسد عين الشمس؟ بكرة يا إسراء هحط حجر الأساس في الملجأ. أتمنى من ربنا كل طوبة تتبني تبقى رحمة ونور عليكي. ينفع تروحي ملجأ وانت بنت الأكابر؟ مش عاوز أعمل الخير اللي أنا بعمله يشفع لي يوم القيامة، لأني مستحقش الشفاعة. أبوك ظلمني زمان وأنا مش عايزة أظلمك. مش هقدر أطلب منك السماح لأني مستحقوش، وعارف ومتأكد إني مستحقوش. أتصرف ازاي؟ دبرني يا رب، دبرني. ماشي، تعبتك معايا بالتواب بيه، بس أنا حاسة إن الأجل قرب وما لقيتش غيرك قدام. ما تقوليش كده يا ام جميله، دي الاعمار بيد الله ومحدش عارف مين هيموت قبل مين. أنا مش خايفة من الموت. الموت هيريحني من الذل والعذاب اللي شفته في دنيتي. أنا خايفة على جميلة تتشرد من بعدي وتتربى في ملجأ وهي بنت أكابر. ما انا قلت لك قولي لي مين ابوها وانا هجيبهولك من القفاه، على الاقل نعمل البيت شهاده ميلاد. خدي عبد التوابي الورقة دي. ايه دي يا ام جميل؟ ومالك مبستراها كده ليه؟ الورقة دي فيها عنوان أبو جميلة بالكامل واسمه، بس أمان عليك ما تفتحها إلا بعد ما أموت. طب ليه؟ انا مبقتش فاهم حاجه، ولا انت مش عايزه تفهميني؟ جميلة أبوها رفض حملها وهي في بطني واتهمني بالخيانة وأمر رجالته إنهم يتخلصوا مني، وأنا يعلم ربنا إنها بنته من صلبه. وأنا لو ظهرت وجوزي عرف إني عايشة هيقتل مرسي الراجل الشهم اللي نجاني. ولو هتتم جميلك عليا هتاخد جميلة وتحلل لها من أبوها وتثبت نسبها، وأنا متأكدة إن ربنا مش هيسيبها لوحدها. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.